هاد الايام واحد الطائره متخصصه في الرصد النووي فوق الاجواء الجزائريه. هذا الموضوع ما خصناش نفوتوه، خصو يتعطاه الاهتمام. انا كنقولها، اذا طائره متخصصه في الرصد النووي، طائره امريكيه مشات ساعات فوق الاجواء الجزائريه. هاد الطائره شنو الطبيعه ديالها؟ متخصصه في رصد وجمع وتحليل العينات النوويه المشعه. هنا هذه ما كتستخدمش الا في مراقبه اثار ديال تجارب نوويه او تتبع اي تسرب اشعاعي محتمل ناتج عن حوادث نوويه، او انها كترصد مثلا الا كانت شي مخزون ديال اليورانيوم المخصب، لان هذا مرتبط بالاثر النووي. هاد الطائرات انطلقت نهار 30 يناير من قاعده بريطانيه، لان الولايات المتحده قاعده امريكيه في بريطانيا، انطلقت من بريطانيا. قاعده جويه، كنعرفوا الاتفاقيات اللي كاينه بين بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه كتستعمل دائما. الولايات المتحده الامريكيه لما ضربات اللي كتمشي لايران ولا غيرها، دائما المنطلق راه كيكون البدايه من القواعد اللي هي مشتركه اللي ديالهم مع البريطانيين في اطار الدفاع المشترك بيناتهم. اذا من قاعده بريطانيه انطلقت نهار 30 يناير توجهت نحو الاجواء الجزائريه، وبقات واحد المده هنايا مده. اذا علاش جات؟ علاش اختارت الجزائر بالضبط؟ ما مشاتش ليبيا، ما مشاتش لمصر، ما مشات الجزائر بالضبط. هنايا كيقول لك هذا معناه ان الولايات المتحده الامريكيه عندها معلومات على وجود مؤشرات كتتعلق بانشطه نوويه غير اعتياديه او حوادث تقنيه كتستدعي واحد التدخل رقابي من واحد المستوى ديال دوله كبيره بحال الولايات المتحده الامريكيه. وهنا كل شيء كيتسنى الان شنو غادي يكون غتخرج، شنو غادي تقول الولايات المتحده الامريكيه بخصوص هذا الرصد هذا. هنا السؤال اللي كيطرح، اشنو كاين هذا المساخيط؟ راه فات منه بالمناسبه في الثمانينات كان واحد التنبيه، ثم في التسعينات ضغطوا على النظام العسكري انه يوقع واحد الاتفاقيه، ووقعها وبقى الشك. ولكن لا كنتو كتذكروا، جات سفن روسيه وصلات وكانت معلومات على انه ترصد واحد المجموعه، واحد الكم معين ديال اليورانيوم المخصب اللي خرج من ايران. وهذه بالمناسبه كان جا واحد التقرير ديال وكاله الطاقه النوويه خرج ووصل الى دوله في شمال افريقيا. هاد الدوله في شمال افريقيا شنو تكون؟ طبعا ماشي تونس، ماشي ليبيا، المغرب ما عندوش علاقات مع ايران. اذا فين وصلت الى الجزائر. لهذا فكل هاد التقارير اللي كتهضر على الجزائر وكتوجه بالاتهام للجزائر وكتراقب الجزائر خارجه من هذا الجانب، هذا راه يمكن في اي لحظه غادي نقولوا بانه مطلوب من النظام الجزائري يفتح واحد المجموعه ديال المركبات للتفتيش شنو هي طبيعه، لان كتجي امور من روسيا، النظام السوري شنو جاب تما، وكاينين المخابرات السوريه القاده ديالهم كاينين في الجزائر، ايران لا كتذكروا جات واحد الطائره كنا قلناها طائره جات مع الرئيس الايراني، طائره ضخمه جدا. لما كان ودار واحد الزياره رئيس اللي تم القتل ديالو اللي قبل من هذا، كان جا ودوز واحد المده ومشى الطائره رئاسيه وبقات ديك الطائره الضخمه بقات في المطارات الجزائريه. اذا هذا كله كيطرح سؤال. اذا هنا غير نتبعوا هذه المساله، الملف اشنو كاين في الجزائر، اشنو جاهم. بالطبع مازال ما وصلتش للمرحله اللي يمكن نقولوا ديال دول اللي هي تقدمات، ولكن هنا راه كاين واحد المساله، وهي ان تجارب كاينه معلومات كتقول بان التجارب ديال الايرانيين تم تهريبها من ايران، هربوها الى الجزائر، هربوها الى الجنوب الجزائري. ومعروف لدى الناس ديال الجنوب الجزائري كاينه عندهم هذه المعلومه انهم في تمن راس وغيرها، انه كان الحرس الثوري الايراني كان تما في هذه المنطقه هذه. اذا هنا واش ان ايران ولات كتخسر اليورانيوم في الجنوب ديال الجزائر؟ هذا سؤال اللي خصو يطرح وخصو انتباه. غيقول لك شي واحد انتم داوين، حنا دابا كنقولوا حنا ماشي علاش جات الطائره الامريكيه نقولوا حنا
داوين مثلا، غير داوين، ولكن طائره امريكيه متخصصه في رصد النولجات. وبالمناسبه الا كتذكروا هضرنا على هذا الملف ديال الجزائر والعلاقه ديالها مع هذا الشيء ديال ايران، وانه كاينه تجارب اللي كدار بدات كديرها ايران هربتها الى الجنوب الجزائري. كنا هضرنا على ملي هضرنا على واحد الفيلم امريكي، قلنا واحد الفيلم امريكي لانه فيلم كيمشي في واحد السيناريو ديال واحد الهجوم بواحد الطريقه على قوات امريكيه، وكيفاش غادي يحضر من بعد غيدير اكتساح الجزائر وغيرها. كنذكروا هذه المساله. انا كنجاوب ذاك الاخ اللي هو جزائري ولا مغربي، دخل قال لك عندك الخيال العلمي. ها الخيال العلمي كتذكر الفيلم اللي هضرنا عليه؟ هي الان هذه طائره امريكيه متخصصه اللي هضروا عليها، اللي جات من بريطانيا، جات الاجواء الجزائريه. هذا موضوع غادي نرجعوا ليه كل مره بالتفصيل. كما انه الان رجعنا للموضوع ديال البرقيه، اللي قلنا البرقيه اللي فيها تاريخ، اللي قلنا البرقيه اللي جات من المنطقه العسكريه الثالثه ملي كان فيها اسماعيلي. البرقيه ديال يوم الخميس 20 يونيو، اشنو وقع يوم الخميس 20 يونيو 2024 في الساعه 4 صباحا، ملي تشلات الرادارات وما بقاش الاتصال وما عرفوش شنو السبب. هنا ايضا كان انه اختبار امريكي اللي دار ضد الجيش الجزائري. علاش داروا؟ لانه الجيش الجزائري تقريبا نفس البنيه ديال فنزويلا، نفس النظام. اذا اختبروا، وقع الاختبار في الجزائر، وبعد ذلك مشاو الى فنزويلا. نمشيو الى الصور باش ننهيو هذا اللقاء هذا. حقيقه ما عندناش عندنا جوج صور. عندنا الصوره الاولى هي هذه. دابا هنا الاخوان والاخوات، باش ما يبقاش البعض يقول لك واه التران، شوفوا هذا التران هذا. دابا بغيت نعرف انا ذاك التران اللي بينوا هل الصوره، هل الاخطاء اللي كيديروا النظام العسكري في التركيب ديال الصور اللي كيدوز الجزائريين. ها هو هنا قلت انا ودي راه واحد المقطوره، ها هي كتبان هنا. شحال فيها المقطوره؟ فيها واحد جوج ولا ثلاثه، راه واحد اللور ما كاينش امتداد ديالها دايره. ها هي المقطوره هي اللي جات تما، وهما كيصوروا لهم واحد التران مقطوره. قلت انطلقت بالشهر. ها هي الان قدامكم. هذا من مهزوز هذه الصوره من التلفزيون الجزائري. وهنا داروا خطاهم هنا لانهم هما ديما كيديروا هذه القضيه ديال التركيب ديال الصور. هنا داروا خطا. راه واحد واقف في اللور ما كاينش تما، وهذا التران الا قال لي شي واحد راه التران داير من هنا، غنقول لي فين هو الطول ديالو، فين هو؟ ما كاين والو. ها هو هنا واضحه هذه المساله هذه. ونزيدوا هذه الصوره العجيبه والغريبه. كاس العالم الله يحفظه صافي. كاس العالم ديال الميريكان الله يحفظه صافي. هذا تبون جا واحد الوفد فيه ذاك الكلينسمان واش ذاك اللاعب الالماني، جاو هنا داروا شي زياره وجايبين الكاس هنا. واش هذا الكاس المهم هنا، ها هي هنا تبون حاط يدو على الكاس بحال كيقرا عليه. شوف ديال الفضيحه كيدير، حاط يدو على الكاس بحال كيقرا عليه. ولكن اللي خطير هو رئيس ديال الاشهار ديال كوكاكولا، ديال الاشهار ديال رئيس ديال الاشهار ديال كوكاكولا. هو هنا دايرين ليه كوكاكولا تما. واش دابا كاين الرئيس اللي عنده العقل واش غيقبل هذه القضيه؟ ما غيقبلهاش. يقول لي مودي ديروا داك الشيء تما، ولكن حيدوا اشهار ديال الكوكا ولا غيرها. ها هو هنا ديال الاشهار. ما عرفتش هو تبون ما عرفتش كيعرف شنو كوكا. وشو راه واحد الموكيط كيدير مقلق، موكيط مقلق والجليج ديال الحمام. نلتقي في الساعه 10:30 ليلا باش نناقشوا الموضوع ديال المفاوضات اللي كاينه في مدريد في داخل السفاره الامريكيه. شنو هي المعلومات؟ فين غادي المسار ديال هذه المفاوضات؟ علاش مشات الجزائر؟ ما انا كنقول لكم ما غتمشيش. كاينه معلومات موثقه كيفاش الجزائر مشات بصحه بهذه العباره هذه. هذاك اللي كيقول باقا ما ولداتوش مو، هذا تبون كيقول لك ما ولداتوش مو. الجزائر مشات صح دوات ما كاينش.